مرحبا بكم على قناة عمر الأهلي، والنهارده يا جماعة هنتكلم عن حلقة قوية وحلقة جبارة، حلقة دوري الإنجليزي. يا جماعة هنتكلم عن الدوري الإنجليزي أول مرة على قناة عمر الأهلي، بس النهارده يا جماعة حلقة قوية وحلقة جبارة. بس أول حاجة، وأنت مستني الحلقة دي يا عم، أنت مش مستني الحلقة دي، لازم تعمل لايك سبسكرايب للحلقة دلوقتي، أو لايك سبسكرايب، فعل الفيديو، فعل الاشتراك، وعلى الجرس. بسرعة وصلونا ل 100 متابع، 200 متابع قصدي، وصلونا ل 100 متابع من أقل شهر، نفسي أطلع ل 100 متابع مرة واحدة، يا ريت ده ينفع إن شاء الله نطلع بأعلى مشاهدة. واحنا حتى فرحت جامد جدا نسبة المشاهدة بتاعت حلقة 5 أندية محترفين طلعت ل100 وحاجة، بسم الله ما شاء الله مشاهدة عالية. الصراحة فرحت جدا. بس أول حاجة، وأنت يعني نفسي عايز تعمل لايك وسبسكرايب، عملت لايك وسبسكرايب بيتكلم عن الدوري الإنجليزي، خش معايا يا صاحبي. صاحبي عشان انت بس لو كنت فاهم برضك، هنتكلم عن الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي هنتكلم عن ليفربول، وهنتكلم على ارسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. طبعا يا جماعه هنتكلم عن ال4 فرق دولت على قناه عمر، كل فرقتين كل 4. بص يا صاحبي، نادي ليفربول من اهم الفرق في الدوري الانجليزي، ده حتى الدوري الانجليزي بسم الله ما شاء الله من اكبر الدوريات الكبرى في العالم. الدوري الانجليزي يا معلم، بص يا معلم، النهارده يا جماعه شفنا ماتش قدام ليفربول ونادي مانشستر يونايتد. طبعا في الشوط الاول كان ماتش جامد جدا جدا قدام ليفربول ومانشستر يونايتد 3-1 في الشوط الاول. وطبعا النتيجه الكبرى والنتيجه الجامده جدا لليفربول. ليفربول اللي كسرت ارقام قياسيه على تاريخ كره القدم على مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي بتقسم على كل فرقه كل مجموعه. يعني ازاي؟ الدوري الانجليزي ده معلم من اهم المجموعه في المركز الثاني عالميا على مستوى العالم. يعني المركز الاول هو الدوري الاسباني، والمركز الثاني هو الدوري الانجليزي، والمركز الثاني هو الدوري السعودي، المركز الرابع هو الدوري المصري، المركز الخامس هو الدوري القطري، المركز السادس هو الدوري التركي، في كذا مراحل عاليه. اوكي، دي قصدك عن مرحلتي. او انا اتكلمت عن مانشستر يونايتد، طبعا هتلاقي في افراد كتير ماشيه في الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي ماشيه كويس، بس هتلاقي المشيه بطيء. يعني كل ما بتلاقي ليفربول بتهزم. يعني نادي ليفربول في الدوري الانجليزي من اهم الدوريات العامه في 2025. وطبعا يعني واحنا يا عم وقينا ماتش قدام مانشستر سيتي وقدام مانشستر يونايتد، لان ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هتلاقي اصعب تاريخ كرة القدم، هتلاقي على اصعب نادي مانشستر سيتي. ازاي؟ يعني انت تخيل عقليا وجبارا وقويا واي حاجه ذاتيا، انت لازم تفهم كل حاجه. ازاي يا معلم؟ يعني مانشستر يونايتد تهزم مانشستر سيتي ازاي؟ اقنعني بخطتك، اقنعني بهجومك، اقنعني بحارس مرمك، اقنعني. بص يا معلم، هطلع كل حاجه بس بسهوله. اعمل لايك سبسكرايب، يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب. اوكي، اقول لك يا معلم، نادي ولقينا مانشستر يونايتد ادى الهجوم بتاعهم قوي جدا جدا وشرس.
يعني هتقول لي هالاند، اقول لك هالاند دلوقتي الايام دي كلها مش هيحضر ماتشات الدوري الانجليزي. اقول لك ليه؟ الدوري الانجليزي بقى فيه مهاجم جديد عندهم هينزل ان شاء الله، ممكن الصفقات بتاعت مانشستر سيتي هتنزل ان شاء الله في شهر 1 يوم 25. يعني الايام الجايه دي مهاجم هالاند مش هيقعد اسبوع، مش هيلعب في الدوري الانجليزي. اوكي، لقينا مانشستر سيتي في الهجوم هتلاقي الاشدد منه. طب هالاند مشي وهالاند قعد اسبوع، هتلاقي الاشدد منه مانشستر يونايتد لا قوي لا جبار. او لقينا حاجه بقى كده، اقول لنا الجامده دي بقى يا معلم. مانشستر سيتي بتجمع خط وسط جبار وقوي وجبار، يعني بتجمع خط وسط جامد جدا جدا جدا، بتجمع دفاع قوي جبار. اقسم بالله العظيم ولا تعرف تعمل الدفاع ده في العالم. اقسم بالله العظيم ده يكسب مره في كاس العالم للانديه في 22. انا بقول لك الانديه، بقول لك المحترفين، بقول لك الناس اللي بتنشر التنظيم في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي زي ما قلت لك ده واحنا قدام مانشستر يونايتد وقدام ليفربول وقدام ارسنال، احنا نلاقي فرق كتير ونلاقي فرق مجموعيه على القناه طبعا. يعني ايه؟ تتكلم في حاجات شخصيه عاليه، واحنا بننشر الشخصيات دي. هقول لك ليفربول مانشستر يونايتد، طبعا ليفربول كسب مانشستر يونايتد بهدف كتير، مره كسبته 7-0، مره كسبته 3-2، مره كسبته 1-0، ومره كسبته 0-0 تعادلوا 0-0. يعني كتير جدا 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 جدا. الاختيار الكسبانيه هي ليفربول اصلا. طب اتوقع الماتش ده ان ليفربول هتكسب النهارده. اقسم بالله العظيم انا توقعت ان ليفربول كسبان وكسب. شفت الماتش ده؟ شفت الهجوم؟ شفت الدفاع؟ اقسم بالله صلاح عمل حاجات جامده. صلاح ولا حتى مدافع جامد جدا في الضايق، عامل حاجه جميله جدا. والحارس جامد بسم الله ما شاء الله، حارس قوي. واللي حتى كابتن الفريق جامد جدا، ماشي الموسم ده جميل جدا. يعني من موسم الاحسن مواسم 2025 في ليفربول. يلا نتكلم على حلقه مانشستر سيتي وارسنال. يلا بينا على ارسنال ومانشستر سيتي. يلا بينا، اعمل لايك سبسكرايب. مانشستر سيتي مانشستر سيتي وارسنال. الايام دي في الدوري الانجليزي ماشي ضعيف في الدوري الانجليزي، في المركز ال 16 في الدوري الانجليزي. انا زعلان جدا. انا اخترت النادي بحبه هو ارسنال وليفربول كان اكتر انديه بحبهم، وتمرهم فيهم الارسنال تفهمني، وتانية منني كان اكتر بحب النني وبحب ارسنال. بحب ليفربول. انا بحب ليفربول ليه؟ عشان بحبه عشان صلاح ليه؟ عشان بطولاته كاس العالم. ليه؟ اقول لك ليه. ما هو البطل العالم هو نفسه الشرس، هو البطل والخارق والقوي وكل حاجه لازم هو جبار جدا قوي. اوكي، انا حبيت ارسنال ليه؟ انا حبيته من سبابته، من هجومته، من خط وسط. السنة اللي فاتت قبل ما يعني محمد النني قبل ما يمشي من ارسنال، الصراحة ارسنال ده ماشي كويس. ارسنال ده ماشي جبار وقوي، ماشي دفاعيا قوي، ماشي بشرسة قوي، والخط الوسط ماشي قوي، والحارس ماشي قوي. دلوقتي ارسنال ودعت الدوري الانجليزي بالمركز ال 16.
وهو خلي بالك هيرجع تاني والملك هيرجع تاني. مانشستر سيتي زي ما قلت لكم في الحلقة، مانشستر سيتي او احنا فكرنا في مانشستر سيتي في الدوريات بتاعته هو المركز السادس. سيء. بس انا خلي بالك بالنسبه لي اكتر مانشستر سيتي وارسنال. اولا ارسنال لعبه مانشستر سيتي هتلاقي اللي يكسب مانشستر سيتي. ايه ده؟ ازاي؟ سيتي لسه دفاعي هجومي وخط وسطيه وجابت لسه بتكلم حالا دلوقتي، لسه بقول لك ايه، خط وسط دفاع هجوم حارس مرمى جاب زي ما قلت لكم كده. ارسنال او ليه بقى ارسنال تخسر من مانشستر سيتي؟ ما هو انت قلت ده الحل، انت حتى بتقول هتكسب كاس العالم. هفهمك على حاجه كويسه وافهمك على حاجه قويه. يعني ازاي؟ هتلاقي مانشستر سيتي هتلاقي دفاع قوي جدا زي ما قلت لكم اخر فيديو ده مانشستر يونايتد، بس اقول لك الصراحه هجوميا مانشستر سيتي هجوميا ودفاعيا وحارس مرمى وجاب ليه خط وسط جامد جدا مقفل الحدود كلها. الصراحه انا بجد عمر ما شفت نادي يعمل الحدود دي كلها. انا يعني لو ينفع حتى احنا قررنا مانشستر سيتي وارسنال هتلاقي ماليه جدا جدا في المركز ال 16 وحتى ضيع الدوري من ايده. ضيع الدوري في الانجليزي، الدوري الانجليزي يعني سيء جدا في الدوري الانجليزي، وارسنال سيء جدا في الدوري الانجليزي، ومانشستر سيتي سيء في الدوري الانجليزي، مانشستر يونايتد يعني في المركز الثالث والمركز الاول ليفربول. وانا حاسس جدا مايل ليفربول هتكسب الدوري الانجليزي، وبعد ما تكسب الدوري الانجليزي هتخش تميل على دوري ابطال اوروبا. بعد ما تميل دوري ابطال اوروبا هتكسب، ممكن تكسب اي انديه. ليه؟ عشان ريال مدريد مش متعاقد في البطوله دي، مش معناتها مش عامل، مش عنده هجوميا، ما عندوش شرسه قويه زي ليفربول دي لو مسكتها عصريا اقسم بالله العظيم هتلاقي ليفربول دي قويه، وهتلاقي جنفره كده تديك قصه الطياره. بص انا كده خلصت الحلقه، كده خلصت حلقتنا قناه عمر الاهلي. بس اول حاجه انا بقول لك في حلقه قويه انتظروها مش هقول اسمها. اتصورت امبارح ومنتشر النهارده كل حاجه النهارده، بس الحلقه دي تنزل بعد الحلقه اللي جايه دي، بس ان شاء الله حلقه جباره. اعمل لايك سبسكرايب بعد الفيديو، فعل الاشتراك فعل الجرس. مرحبا بكم على قناه عمر الاهلي وقنوات السوشيال ميديا. على قناه عمر ده انت بتتفرج على افلام، بتتفرج على قصص، لسه بنزل حلقه دلوقتي، خش اتفرج عليها بسرعه، يلا بسرعه عشان الحلقه تنزل. اعمل لايك سبسكرايب، انا مش هتعمل نفسك تعمل لايك وسبسكرايب. باي.